أنا كنت أدرس ماستر أوف بزنس أدمنستريشن، كان إحدى المواد تتكلم على السبلاي تشين مانجمنت، والدكتور الله يجزيه الخير ذكر معهد تاسك إنه معهد متخصص بيعطي شهادة دولية، فهذا اللي خلاني أنا أتقدم مع تاسك، والحمد لله حصلت على CSC Certified Supply Chain Expert، وهذا من فضل الله عز وجل. بما دي شغلتنا تقريبا، فانت بتخش تدور مين احسن حاجه موجوده في السوق او في احسن حد ممكن يقدم لك الفيتشرز دي. الحمد لله بعد سيرش كتير كده لقيت ان تاسك احسن مكان بيقدم لك خدمه في البروكيورمنت. تقريبا مفيش حد تاني في السوق انت هتديها زيها يعني. بقالي 6 سنين تقريبا بعمل سيرش على الموضوع، سالت كذا حد في الموضوع ده، كذا حد ابقى انا واثقه فيه كويس قوي. بصراحه في 6 افراد رشحوا لي المكان، فبناء عليه بدات اعمل كونتاكت مع تاسك، قدمته وخدت الكورس بتاعي. احنا طبعا قبل ما بنخوض اي تجربه اضافه لخبراتنا بنقرا ونعرض حوالين المكان اللي هنروح نتعلم فيه، وبالفعل تاسك كان الريفيوز عنها والريكومنديشنز من الزملاء اهل التخصص كانت عظيمه، وهو ده اللي شجعني ان انا ابدا او ان انا اتواصل مع تاسك وابدا اخد وانال عن طريق من الشهادات الدوليه اللي معايا. اخترت تاسك عشان لقيته هو مكان مناسب ومكان معتمد في مصر ان انا اقدر اخد فيه الشهاده اللي انا محتاجها. يعني الموضوع بالنسبه لي كان ان انا اخد نوليدج كبيره في المجال بتاعي اكتر من ان هو يعني يتقال ان انا سيرتيفايد بس مش اكتر. قررت ان انا اخد CPA اللي هي سيرتيفايد بروكيورمنت اكسبرت. في جاب كبير قوي بصراحه بين هنا وبين اماكن تانية. انا خدت في اماكن وعلى فكره بيج نيمز يعني في مصر، بس فعلا لا الدنيا مختلفه. طريقه توصيل المعلومه ربطها بالمنهج ده كله كان مختلف خالص. كان الحاجات كلها تقريبا جديده، فانت بتاخد المودرن اكسبيرينس بتاع الموضوع يعني، فده كانت حاجه كويسه جدا. بصراحه انا بالنسبه لي كل السيشنز كانت حلوه. يعني الانستراكتور بصراحه كان لطيف جدا، محتاجه افهم حاجه اكتر بسال في تفاصيل مش موجوده في الكورس، وده حصل كتير بصراحه. فبصراحه دي كانت مؤثره بشكل كبير، لانه احنا مش بس ملتزمين بمنهج، احنا بشكل عام بنتكلم عن تجربه، عن خبرات، بنحاول نوصل لحل اكتر من ان احنا ماشيين على لاين وهناخده من اوله لاخره بس مش هندخل ولا يمين ولا شمال. كان الانستراكتور بتاعنا اثناء الكورس بصراحه الراجل ما اثرش معانا في اي حاجه، وكان التواصل بتاعه والشرح بتاعه كان سلس جدا، وانا بشكره فعلا، مش بقول كده كلام وخلاص. بشكر برضو التيم بتاع الادمنز اللي كانوا موجودين معانا والكوردينيتورز اللي كانوا موجودين معانا في اثناء الكورس، التيم كله طبعا بيتعاملوا بطريقه بصراحه بروفيشنال جدا، من ناحيه التواصل، من ناحيه الدعم التكنيكال، او من ناحيه ان احنا لو محتاجين اي حاجه دايما كانوا بيردوا على طول. سلاسل الامداد هو الوهله الاولى ببين انه موضوع سهل، لكن هو مش سهل، بيحتاج الى انه الانسان يتعلم. والحمد لله كان الدكتور اللي علمنا في سلاسل الامداد متمكن من الماده، وعلمنا بسط لنا الموضوع، واصبح الموضوع جدا سهل. وانا من فضل الله عز وجل هذه المعلومات والشهاده اللي حصلت عليها حتساعدني جدا في عملي. الجزء العملي اللي اشتغلناه فرق معايا جدا، لدرجه ان انا بعد ما خلصت الكورس انا غيرت المكان اللي اوريدي كنت شغاله فيه ورحت اشتغلت في مكان تاني. بصراحه مساعده الانستراكتور كان معانا كان كويس قوي، في اي وقت بنعوز اي ديتيلز او اي معلومه كان بيرد علينا فيه. انا نصحت زملاء كتير جدا واقدموا على الحصول على الشهاده ديت، وخصوصا في مجال القانون، لان انا لما كانوا بيلاقوا التايتل بتاعي على اللينكد ان وجنبيه اسم الشهاده، بيجي يسالني الشهاده دي ايه، بحكي له وضعها عامل ازاي ومدى الخبرات اللي هيستفيدها او المهارات اللي هي هتحصل عليها من الكورس دوت. فانا شايف ان تاسك فعلا والكورس اللي بناخده في تاسك بيخلي الشخص كواليفايد اوير بكل الديتيلز بتاعه العقود واجراءات السبلاي تشين. انا لقيت حد بيكلمني عليه جدا، هو حد عايش في السعوديه، قلت له انا خدتها، ابتدى يسالني، قلت له يعني انا مش هرشحها غير المكان اللي اسمه تاسك هنا في مصر، حتى لو تعرف تاخدها معاهم اونلاين الموضوع هيفرق معاك كتير قوي. انت بتذاكر وبتاخد منهج مع فريش، يعني الحاجات كلها مودرن، هيفرق معاك كتير جدا جدا يعني. ده حصل، وهو حتى انا فاهم ان هو كمان جوين، يعني هو بعت لي رساله وشكرني فيها وقعد يقول لي بجد انا متشكر، ومش عارف خالص والله فعلا الموضوع جه كده صدفه يعني. انا بنصح اي شخص حابب انه يتخصص في المجال انه يتقدم مع تاسك ويبدا يطبق اللي بيدرسه اول باول، بحيث انه ترسخ المعلومه تماما. ومع كثره الممارسه للمعلومات والتطبيق العملي حيرسخ كل المعلومات اللي حصل عليها الطالب او الدارس.